بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم بعد انقطاع يكاد يكون طويل. فجاي أتكلم في موضوع مهم، مركز تكوين. مش متضايق، مش قلقان، مش خايف على دين ربنا، لأن الآية بتقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ربنا تكفل بحفظ دينه، وليس من هو مثلي من يتكلم في أمر وشأن قوي بمثل هذا القدر، في مثل يعني كمثل هذا القدر. أنا مش داعية، حتى لم أصل إني أكون طويل بعلم، بس من رؤيتي الغير محدودة إن دي حاجة وظاهرة كويسة جدا هتعرف الناس دينها بشكل صحيح جدا. لأن الآية بتقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والآية التانية بقى مش هجيبها من التليفون، عشان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه. الآية تكملة الآية، القصد إن ده حاجة كويسة ودليل قطعي ليها محتوى على كواي، والموضوع يعني شاغلني. وينزل قدامي فيديو واحدة من المارقين اللي بي يعني عايزين يشككوا في الناس في دينها، جابت سيرة السيدة خديجة وأبناء السيدة خديجة، وطلعت بنت سبحان الخلاق منتقبة علمتني وما أوتيتم من العلم إلا قليل. السيدة خديجة كانت مخلفة 3 صبيان و3 أبناء من زوج تاني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني المعلومة دي كانت عمرها هتعدي عليها ازاي؟ عدت عليا عشان تكوين. فتكوين ده فايدة للإسلام، هيخلي الناس تشتغل، هيخلي الناس تبحث وترجع تذاكر وتعمل. أنا واحد من الناس عرفت المعلومة، كنت أول مرة أعرفها، وناس كتير غيري هيلاقوا كده. كان السيدة خديجة لها 2 من أبنائها اسمه هالة. هالة ذكر، واحد اسمه هالة وواحد اسمه هند، وذكور. فالناس التانية ما تعرفش المعلومة. أنا واحد من الناس ما أعرفش المعلومة، لو في اسم هالة وهند ذكر. أيوة، سبحان الله، دي حاجة واحدة. طبعا مش هجيب سيرة الأستاذ الدكتور عبد الله رشدي، لأن الدكتور عبد الله رشدي غني عن التعريف، وطاحن الناس واحد واحد، طاحنهم مسح بيهم الأرض، يعني مسح بيهم بلاط الزريبة من الآخر. فاضل إيه تاني؟ دي حاجة حلوة لينا، حاجة حلوة للإسلام. زي دلوقتي ما الناس بيشوفوا اللي بيحصل في غزة وبيخشوا الإسلام لسبب بسيط، بيقولوا ده تأييد من عند ربنا. الناس دي مستحملة كل ده ازاي؟ بيتضربوا بقنابل وبرضه عايزين يرجعوا يقعدوا في أرضهم. دي حاجة من الحاجات، دي الفكرة. فدي حاجة ما تزعلش قوي يعني. هم بيتطاولوا، بس كل ما يتطاولوا هيبان صغر حجمهم، هيبان ضئالتهم، ان هم ما يعرفوش حاجه في دينهم. طبعا بقرع، ودي مش موضوع الحلقه، وشعر بيبيض لان دي سنه الحياه. القصد عشان ما نشتش تاني، ربنا ليه حكمه وبينشر دينه على ألسنة كارهين الدين. عايزين يخلوا الخمرة حلال، الزنا حلال، كل حاجة حلال. عايزين يعملوا كل الحاجات دي. وبكرر تاني، ليس من هو مثلي من يفتي أو يقول في الدين. أنا بقول وجهة نظري المش متواضعة خالص، إن دي حاجة هتفيد الدين. وأرجو إن ما أكونش طولت، وأرجو إن أنا ما أكونش ضيف تقيل. واعملوا لايك يا جماعة.
بقيت خلاص عايز لايك، يعني اي حد عايز يتفرج على الفيديو ويعجبه يعمل لي لايك، انا مسامح. اعملوا لايك يا جماعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.